سويت تشيلي صوص حلو وحامي في نفس الوقت وله استخدامات كتيرة. ان شاء الله هنعمله مع بعض في البيت بكل سهولة، هو يطلع معاكي بنفس النتيجة اللي بتشتريها من السوبر ماركت، يمكن احسن كمان. لكن قبل ما نبتدي الفيديو، انا اسماء بدر، دي قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. يلا بينا نسمي ونشوف المقادير. معايا 3 من الفلفل الاحمر الحامي، وهيبقى معايا 7 فصوص من الثوم، كوبايتين من المية، نص كوباية من الخل، نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من العسل الأسود، معلقتين كبار من الصلصة، معلقة ونص كبيرة من الكاتشب، نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، معلقة كبيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب الشفشة، الخلاط أو الهاند بلندر أو الكبة، وهنبتدي إن احنا نجيب الفلفل الحامي. تقدري تستخدمي 1 أو 2 أو 3 أو أكتر على حسب درجة الحميان اللي انتي عايزاها. ال3 ده بيبقى درجة الحميان وسط كويسة يعني. هبتدي بقى ان انا اقطعهم. انا بحب استخدم المقص زي ما عملنا قبل كده مع بعض في هريسة الشطة علشان ما تبقاش ملامسة لايدي. هقطعهم بالشكل ده، وهبتدي ان انا اضيف عليهم ال7 فصوص من الثوم، وهضيف عليهم كوباية واحدة بس من المية، والكوباية التانية هسيبها ادوب فيها معلقتين النشا. هاخد كده كوباية من المية وهضيفها على الفلفل الحامي وعلى الثوم اللي انا ضيفاه في الخلاط، وهبتدي بقى ان انا اخدهم وهضربهم كويس قوي قوي لغاية ما يبقى معايا ناعم. ضربتهم كويس وبقى معايا ناعم جدا بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب حلة او طاسة اللي هستخدمها علشان اعمل فيها الصوص بتاعي، وابتدي ان انا اصب فيها الحاجات اللي انا ضربتها في الخلاط. حابة اوريكم ان هو ناعم معايا. وابتدي بقى ان انا اخد الحلة وارفعها على النار. خلاص رفعتها على نار متوسطة. هبتدي بقى ان انا انزل عليها المعلقتين كبار من الصلصة، وهنزل المعلقة ونص كبيرة من الكاتشب، بيدوني طعم حلو قوي للصوص ده. وهضيف كمان النص كوباية من السكر. ما تقلقيش من كمية السكر، هتلاقيها مظبوطة جدا مع الصوص. وهضيف الخل اللي هي نص كوباية من الخل، وهبتدي ان انا اقلب كويس قوي لغاية ما السكر يدوب معايا والمكونات كلها تمتزج مع بعضها بالشكل ده. وهسيبهم يغلوا 5 دقايق، وبعد مرور 5 دقايق اخدوا غلوة كويسة بالشكل ده. هبتدي ان انا اضيف المعلقتين كبار من العسل الاسود. ده بيديني صلاحية للسويت شيلي صوص اللي انا بعمله، بيديني طعم حلو قوي ولون احلى يعني، يا ريت ما تستغنيش عنه. وهدي تقليبة كده بعد ما نزلت المعلقتين كبار من العسل الاسود. هبتدي بقى ان انا انزل البهارات بتاعتي: الثوم البودرة، البصل البودرة، والزنجبيل البودرة، نص معلقة من التلاتة، نص معلقة صغيرة من توم باودر، بصل باودر، والزنجبيل، ومعلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود. وابتدي ان انا اقلبهم كويس قوي. انا شغالة على نار متوسطة. قلبتهم واخدوا غلوة. هبتدي بقى انا دلوقتي اجهز النشا بتاعتي. هاخد الكوباية اللي باقية من المية وهدوب فيها معلقتين كبار من النشا. هدوبهم الاول على البارد كويس قوي، علشان طبعا انا هنزلهم على حاجة على النار، فمش عايزة ان شاء الله يبقى فيه اي تكتلات. فهدوب الاول كويس على البارد.
وبعد كده هبتدي ان انا اخدهم واصبهم على الخليط بتاعي اللي على النار مع التقليب المستمر علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معاكي. في الاول هتلاقي لونه افتحي بالشكل ده، ما تقلقيش خالص، لونه هيغمق دلوقتي، لونه رجع اغمق زي ما انتوا شايفين. واسيبه بقى كده ياخد غلوة حلوة قوي. شايفين القوام، شايفين اللون، الحلاوة والريحة بقى بجد يعني جبارة، شبه اللي بيجي من بره بالظبط بالملي. احنا عارفين ان احنا بنشتريه بسعر غالي، يعني بقى سعره رهيب خرافي. شايفين الجمال؟ طبعا دلوقتي هو لسه سخن فتحسوه قوامه خفيف، لما هيبرد معايا يبقى قوامه تقيل بالشكل ده. كده انا سبته يبرد، قوامه تقل معايا بالشكل ده، بقى نفس قوام الكاتشب بالظبط. هبتدي بقى ان انا اجيب البرطمانات بتاعتي المغسولة والمتنشفة. جبت كده برطمان كان عندي، رسمت عليه كده فلفلاية حمرا وكتبت عليه سويت تشيلي صوص، وهبتدي ان انا افضي فيه الصوص بتاعي. شايفين الجمال؟ شايفين وهو بينزل شكله خطير ازاي؟ استخداماته بقى ايه؟ بيستخدم في حاجات كتير خالص. ممكن استخدمه في صوص المكرونة، ممكن استخدمه واغمس بيه بطاطس، ممكن استخدمه في حاجات كتير. ودي ازازة كانت عندي، طبعا احنا عارفين ان الازازة دي، نفس الازازة دي والحجم ده بتتباع بمبلغ رهيب في السوبر ماركت. احنا بقى عملنا برطمان وعملنا الازازة دي من مفيش، من حاجات كلها مكونات متوفرة عندك في المطبخ بإذن الله. يعني ممكن تكون هتجيبي حاجات بسيطة خالص كده اللي هتزوديها بس. وبكده نكون عملنا مع بعض سويت شيلي صوص. شايفين الجمال؟ شايفين الإزازة؟ يعني كأنها جاية جاهزة، الشكل والجمال التحفة ده. كده نقوم بقى عملنا مع بعض سويت شيلي صوص. انا مقدماه كده جنب بيتزا، ينفع برضو يتقدم جنب بيتزا، ينفع يتقدم جنب بطاطس، ينفع في التتبيلات، بيبقى رهيب جدا جدا. في صوص المكرونه زي ما قلت لكم برضو بيبقى تحفه قوي. له استخدامات كتير كمان مع الجمبري، ممكن نغمس بقى فيه الجمبري المقلي المقرمش، بيبقى جبار. وانا كده بغمس بيه الشيبسي او البطاطس، بيبقى رهيب. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تطبقوه وتكتبوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.